السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات سناء. نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوة دوازتاي توجدوها العيد، تجي لذيذة وهشيشة واقتصادية، والاهم انها بدون زبدة. حلوة دوازتاي بمذاق البرتقال، تجي رائعة وهشيشة ومقرمشة. فخليكم معايا باش نكتشفوا الطريقة والمقادير. بسم الله على بركة الله. تناخذ واحد القصرية او شيبول، تنضيفوا واحد 2 حبات ديال البيض يكونوا بحرارة المطبخ، ضروري البيض يكون بحرارة المطبخ. عندي 2 حبات ديال البرتقال اللي حكيتهم في الحكاكه. تنضيفوا كاسونس ديال السكر سنيده. الحلاوه تبقى على حسب الذوق، راه هاد الحلوه تجي هي هذيك في الحلاوه. يمكن لكم تنقصوا السكر، انا درت كاسونس ديال السكر تجي هي هذيك. واحد ساشي ديال الفاني، وقبيصه الملحه لتحسين الذوق. تنخلطوا هاد العناصر البيض والسكر مزيان حتى يتخلطوا ليا مزيان وينسجموا مع بعضياتهم ويولي اللون ديالهم ابيض. ضروري تخلطوا مزيان هاد العناصر حتى تاكدوا ان ما بقاش حبيبات ديال السكر. صافي غادي نستمر نخلط مزيان هاد العناصر ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخلط هاد المكونات. صافي من بعد ما خلطت هاد العناصر تنضيفوا كاسونس ديال الزيت، وحنا تنخلطوا العناصر مزيان. يمكن لكم تخلطوا بيديكم، انا خلطتيه بالفوي. صافي تنخلط ديك الزيت اللي ضفت مع دوك العناصر اللي خلطنا في الاول. وتنضيفوا واحد الكاس ديال الكوك. وبالنسبه للكوك خذوا النوعيه الجيده اللي تيكون ميدم. تنضيفوا كاس ديال الكوك. وعندي واحد ساشي ديال الفلون الفاني اللي تيعطي هاد الحلوه واحد المذاق رائع. صافي تنخلطوا هاد العناصر مزيان. وهاد الحلوه هشيشه واقتصاديه، والاهم انها بدون زبده، توجدوها هكا للعيد. صافي غادي نستمر حتى نخلط هذوك المكونات مزيان. بالنسبه للدقيق عندي 500 غرام ديال الدقيق. تنضيفوا الدقيق بشويه بشويه، حنا تنجمعوا العجين ما تنعجنوهاش. وعندي 2 ساشيات ديال خميره الحلويات الوزن 16 غرام. وبالنسبه للدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش. صافي انا نجمع العجين بالاطراف ديال الاصابع ما تنعجنوهاش حتى نجمع العجين ان شاء الله ونتلاقاو. كما تشوفوا العجين تتكون رطبه لينه كما تشوفوا بحال العجين ديال الصابلي. صافي من بعد ما جمعت العجين تكون خفيفه نوعا ما وتتكور ما بين اليدين. وتنكور الحلوه ديالي الى كرات يكونوا متوسطين في الحجم. نتوما الا بغيتو تكوروهم صغار
كروم انا كورتهم متوسطين شويه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكور العجين كامل اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نكمل التكوار ديال العجين. صافي من بعد ما كملت التكوار ديال الحلوى عندي هنايا للتزيين كاوكاو كونكاسي وواحد ابيض بيضه اللي ضربتها مزيان. نجيب الحلوى تنضغط ما بين الكاف ديالي على الحلوى وتنفندها في ابيض البيض، ونعاود نفندها في كاوكاو كونكاسي وتنستفها في اللاطه اللي فرشت لها ورق ديال الطبخ او تدهنوها بشويه ديال الزيت. تنشعلوا الفران من قبل يسخن، ضروري تشعلوا الفران من قبل يسخن. صافي تنستمر بنفس الطريقه، تنضغط بالكاف ديال اليدين ديالي تنفندها في ابيض البيض ونعاود نفندها في كاوكاو كونكاسي. والتزيين تيبقى اختياري، يمكنكم ديروا جنجلان. صافي تنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل ان شاء الله. صافي من بعد ما كملت عمرت اللاطه، خرجت لي لاطه تندخلها للفران اللي تيكون الفران من قبل سخون، العافيه تكون مهيله حتى تطيب وتاخذ واحد اللون ذهبي ان شاء الله، ونخرجها. وهذه هي الحليوه اللي وجدت معكم من بعد ما خرجتها من الفران تاخذ واحد اللون ذهبي. غادي نزينها بخطوط ديال الشكلاط، التزيين تيبقى اختياري، يمكن لكم تخليوها هي هكاك، انا غادي نزينها بخطوط ديال الشكلاط الاسود. وغادي نديرها في طبق ديال التقديم باش تشوفوها ان شاء الله. وهذه هي الحليوه اللي وجدت معكم اللي تجي رائعه، اقتصاديه وهشيشه ومقرمشه في نفس الوقت، مذاق البرتقال وبدون زبده. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الحليوه وتجربوها العيد. ما تنساونيش لايك ديالكم، تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء، واللي مازال ما اشترك القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد ديالي. الى فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.